يا استاذ، يا فندي، مصيبه لا يكون مات. يا فندي، واقف ليه؟ ما تتحرك. هو انا نايم بقالي كتير؟ الاشاره فتحت وقفلت يجي 10 مرات وانت ما بتتحركش. طب وحياتك ممكن مرتين كمان وتصحيني؟ لا انا هقول لك على حاجه، عشان الاشاره دي برد، الاشاره اللي هناك دفى. كتر خيرك. لا انا هنا تمام، انا هنا كويس. لا ليه؟ روح نام هناك براحتك وقوم خد دش وافطر وانا هصحيك. ده انت بتهزر بقى. انا اللي ههزر؟ يا بيه ما تعفرتنيش، اتكل على الله. ماشي يا سيدي، حاضر. انت خدت النمره؟ النمره راكبه، ما خدتش حاجه. لا اقصد خدتني مخالفه. لا احلف. والله العظيم. لا قولها كلها على بعض. والله العظيم ما خدتك مخالفه، لانك ممكن تكون بتقول والله العظيم وفي سرك تقول صح. انا عارف حركاتكو دي. يا سلام. ايوه والله العظيم ما خدتك مخالفه. ولا هاخدك مخالفه بعد ما امشي. والله العظيم لو ما اتحركت دلوقتي لاخدك مخالفه. طب يا عم ايه اللي اتكلم في سر جوا بوجي دي؟ انت شايفني ماسك بالونه وحاطط مصاصه في بوجي وبلعب مع حضرتك ترنجيله؟ ترنجيله؟ انا ما ارضاش العب معاك ترنجيله دي. حاضر. مش لابس الحزام ليه؟ يا سيدي ما انا كنت نايم، يعني هتقلب ازاي وانا لابس حزام؟ طب اتفضل يا بيه اتحرك. طيب حاضر. نايم في الاشاره؟ لا يا راجل، امال انت كنت بتعمل ايه؟ ما انت كنت نايم انت كمان. ايوه دي الاشاره بتاعتي انام فيها عادي. الاشاره بتاعتك؟ ماشي يا سيدي، هبقى اجيب انا اشاره عندي في اوضه النوم وانام فيها براحتي. ما ينفعش تنام انت سايق. اتفضل يا بيه. حاضر. تتفرج عليا ليه كده؟ ما تتحرك. ما تخرج دماغك بره عشان اتحرك. دماغ مين؟ دماغك انت. اتفضل يا بيه اتحرك يلا. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. أحسن حاجة إن أنت أول واحد بتيجي بدري هنا والباركن فاضي. حضرتك هتركن؟ ما انا بركن اهو. اتفضل يا باشا. المفتاح جوه. ماشي يا باشا. صباح الخير. صباح غلطان، انا صبحت عليك يعني؟ مش هصب عليك تاني. الله. مفيش ضمير. صباح الخير. صباح الخير. كل يسيب اللي في ايده ويركز معايا 5 لو سمحتوا. كل سنة وانتوا طيبين يا موظفيني واخواتي يا أهل المعرض. قد أهديتموني حبكم وأحببت فيكم العمل، الإخلاص، الحب، الضمير، الإنجاز. وكان هذا كله بسبب الإدارة. شيء معروف، لأن الإدارة عندي ليها أسلوب علمي اللي هو إيه؟ كلنا واحد. أنا وأنت، مهندسين، محاسبين، فنيين التركيب، النجارين، الاسترجية، المنجدين، سواقين العربيات، كلنا واحد. فأنا لا أعمل بأسلوب فيها لا أخفيها. سبب كلامي النهارده معاكم مش بس بمناسبة السنة الجديدة، لكن علشان النهارده وزي ما احنا متعودين مع أول كل سنة بنصور الإعلان اللي احنا متعودين نصوره، علشان نفضل دايما على خريطة الاحتكار. اكشن ستوب. في ايه؟
عايز اروح الحمام. ما تروح الحمام بتقول ستوب ليه؟ يعني عشان مفيش اي لقطه تفوتني. خليك مستوب. توفيق بص، اباجوره فوق، تراك باك، بان. اكشن. ستوب. باشمهندس رؤوف وصل. محدش يقول ستوب غيري. خلاص يا عم، محدش يقول ستوب غيرك. يلا اكشن. ستوب. تروح الحمام. محدش يقول اكشن ولا ستوب غيري. هتقول الاتنين لوحدك؟ لو ما يضايقكش. لا اتفضل قول. ستوب. يلا يا جماعه نقل المعدات بره عشان شط اليافطه. لا ستوب. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة، كله يفضل في مكانه. بقول لك إيه، أنا لغيت لقطة المنظر بتاعت اليافطة دي عشان بتوع أرت لاين عملوهم في إعلان التلفزيون بتاعهم. كروت. وهنعمل إيه غير لقطة المنظر؟ بص يا سيدي، ممكن أبقى أنا قاعد على المكتب مثلا والناس واقفين ورايا. ناس مين؟ احنا ما عندناش مودلز. وأنا مش عايز مودلز، أنت بتزعل إيه؟ مين قال لك إن أنا عايز مودلز؟ مودلز بيبان عليهم إن هم بيمثلوا. أنا بتكلم عن الناس هنا بتوع المعرض. والناس دي بتعرف تمثل؟ لا، وهو ده المطلوب، أنا مش عايز حد يمثل. بقول لك إيه، خلاص سيب لي أنا اللقطة دي، أنا هخرجها. هتخرجها. يعني عايز تقول اكشن وستوب؟ مش هو ده الإخراج؟ طبعا. والناس دي هتقول ايه؟ ايوه كده اهدى. اسمع يا سيدي، نشاط هو سر فحص. النشاط هو سر نجاحنا. النشاط هو سر نجاحنا. النشاط هو سر نجاحنا. اشتغل 365 يوم في السنة. احنا بنشتغل 365 يوم في السنة، واصعب يوم في السنة عندنا هو يوم الاجازة. وكمان عايز مروحة، في مروحة هنا عشان شعرهم يطير وهم حمام. التفاني في العمل هو سر تقدمنا. التفاني في العمل هو سر تقدمنا. شغلي في المعرض هو الفرصة اللي كنت بحلم بيها طول حياتي، والفرصة اللي بيحلم بيها أي شاب في سني. كل واحد هنا شغال في مكانه، عشان كده بنقدر نطلع أحسن ما عندنا ونعيد اكتشاف نفسنا. عشان انتوا تناموا. يا رؤوف، ايه يا حبيبي انت لحقت تنام؟ انت نمت فين؟ نمت لي ساعتين كده في الإشارة. رحتي البنك؟ ايوه طبعا رحت. انت فين بقى دلوقتي؟ انا في البيت. مش سامع صوت بيت يعني حواليك. حاضر يا حبيبي. هصور لك نفسي على طول دلوقتي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. خد يا حسين، ده بتاع ايه 6 أكتوبر، وده بتاع 7 أكتوبر، ده بتاع العاشر، وده بتاع ال11. ماشي؟ في حاجة تانية يا حسين عايز حاجة؟ الموظفين واقفين بره. ايه عايزين ايه؟ أنا داخل آخد دش. عندهم شوية مطالب عاوزين يعرضوها عليك. طب هاتهم لي على الدش، على ما آخد دش، ماشي؟ نعيمة على السلامة. نعيمة سعادتك. نعيمة. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا جماعة، شكرا الله ينعمكم كلكم. أستاذ حسين كان بيقول إن أنتوا ليكوا طلبات خير، عايزين إيه؟ باشمهندس رؤوف، أنا كنت عاوزة أتنقل في قسم السراير مع عكاشة عشان بتعملوا إيه على سراير يا زبالة؟ الزبالة كانت هنا، راحت فين؟ ليه يا ميرفت؟ عايز تنقلي ليه؟ سوري، في قسم السراير. يعني كنت حاسة إن أدائي في السراير هيبقى أعلى وأحلى بكتير. هو فعلا هيبقى أعلى قوي. واضح إنك خبرة فعلا يا ميرفت في السراير، بس أنا شايف خليكي في مكانك أحسن. ماشي؟ أوكي، مين تاني؟ حضرتك أنا يعني كنت نفسي حضرتك توديني قسم الدواليب مع ميرفت، عشان أنا حاسس إن إحنا ممكن نعمل حاجة حلوة مع بعض، وهقدر أثبت نفسي أكتر. حاجة حلوة. آسف، حاجة دخلت في بقي. لا ولا أنا عارف. معلش. ليه عكاش عايز تروح قسم اللي اسمه حضرتك يمكن ما فهمتنيش، انا عايز اروح قسم الدواليب والسراير الاثنين مع بعض، يعني عشان انا حضرتك بحب الشغل قوي. عايز تعمل شغل في الاثنين يعني، على السراير وجوه الدواليب عندي. اساس ان انا ايه. لا خليك مكانك. ولادي يا باشمهندس، يعني انا عندي مشكله معاهم، انا ما بعرفش اوديهم فين يوم الجمعه ويوم السبت، فكنت بستاذن حضرتك لو ينفع يعني اجيبهم معايا المعرض جمعه وسبت ولا ايه؟ لا. مين عايز يقول ايه تاني؟ أنا حضرتك كنت عايز زيادة في المرتب. بس يا عيل. أنا؟ عيل.
قلبك ده قلب عيل يا محمود. عايز تزيد ليه يا اخي؟ مش لازم تغير العربيه. عربيه؟ سعادتك انا ما عنديش عربيه، ده انا بحلم اجيب عجله للعيال. بقول لكم ايه يا جماعه، لا انتوا كده والله ما تحسسنيش ان انا دلعتكم زياده. لا مش عشان يعني طلعتوا في الاعلان وكل واحد عمل له لقطه منظر كده خلاص بقى نجم، لا ده انا اتعلمت الاخراج، ده انا اشيل كل لقطات مناظركم دي في الدوبلاج والله عشان احميكم من نفسكم من الغرور. ها تمام مبسوطين؟ مين بقى هينزل الشغل يوم الجمعه الجايه؟ انا. مش انت نزلت الجمعه اللي فاتت؟ مش حضرتك بتقول مين هيجي الجمعه اللي فاتت؟ لو سمحت ابقى فكر 5 ثواني قبل ما ترد. 5 ثواني. جاموسه بتشرب ايه؟ لبن. الله عليك، انت محتاج شهر تفكر قبلها. جاموسه بتشرب لبن. ميه. جاموسه بتشرب ميه. احنا يا حبيبي اللي بنشرب لبن. بفكر 5 ثواني. ها حاضر. ماشي، تعالى بقى يوم الجمعه الجاي. حاضر. يلا اوكي اتفضلوا. شكرا يا حبيبي. ماشي ربنا يوفقك. اتفضلوا يا جماعه. شكرا شكرا. فعلا الريس، ايه الاداره دي؟ كم ست. عارف لو في يوم لقيت شراب من شراباتي ولا جزمة من جزمي عندك هعمل فيك ايه؟ هحلق لك ملط واخرجك من هنا بملاية. ماشي؟ سلم. جود بوي جود بوي. اخبار الشغل ايه يا رؤوف؟ والله يا سحر نفسي الاقي موظف يجتمع فيه 3 حاجات ومش عايز غيرهم. يبقى امين وشاطر ومش طماع. والله عارفه تلاقي الشاطر فيهم يا حرامي يا طماع. اخس. والامين يبقى بلاطه في شغله. والتالت؟ لا يعني على اعتبار ما يكون يعني. طب مش يمكن عايزين يريحوا؟ ما يريحوش ان شاء الله ما ريحوا. بعد ده كله على رايك. دبوسه. مش انا اخرجت اعلان النهارده؟ صحيح وطلع حلو. طبعا يا حبيبي طول عمرك بتعرف تعمل كل حاجه. هي دي حاجه بسيطه. يا سلام، على راي شاديه لما قالت حاجه بسيطه الدنيا بقى لها طعم جديد. هي كانت شاديه ولا ورده؟ والله ما انا فاكره. قول لي يا رفعت، اخبار المدرسه ايه يا حبيبي؟ صحيح انا نسيت اقول لك، انا وانا راجعه من البنك عديت على المدرسه وادوني الورقه دي. ورقه ايه؟ ما توريني ورقه ايه؟ اهي. اوعي 48 من 50 في الماث؟ ها؟ وديت الدرجتين دول فين؟ اديتهم لمين انت؟ اصل الامتحان جه مفاجئ. ايه يعني جه مفاجئ يعني؟ وانت فاكرها زياره الحكوميه الوزير هيبلغوك بيها قبلها؟ ولا جه مفاجئ فاتخضيت يعني؟ مش فاهم. معلش يا رؤوف هدي نفسك معلش. استني انت لو سمحت ثانيه واحده، ليه كده؟ 48 من 50 وابوك مهندس؟ بص انا من النهارده بقى هوريك الوش التاني. ايوه يا رفعت، انت باباك دلعك قوي للوش الاولاني. عندك حق يا ماما، نستحق الوش التالت كمان. طب اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا اخويا، طالما انت فاهم قوي الوش التاني من الوش التالت، اتفضل اطلع على اوضتك وهبعت لك اكلك فوق، وخد اللبن ده معاك. والله يا رؤوف طول عمري وانا نفسي اعمل زيك. انت ما قلتليش ليه بقى انك عديتي على المدرسه؟ هو انا ما قلتلكش؟ ليه ما قلتليش؟ طبعا ما انت قاعده تتفسحي. انا يا رؤوف هو انا لما اروح مدرسه ابنك ابقى بتفسح؟ طالما ما رحتي يبقى بتتفسحي. قلتيلي ولا ما قلتليش؟ باذني ولا مش باذني؟ وطبعا تلاقيكي قعدتي تلعبي في الحوش شويه. لعبتي ولا ما لعبتيش؟ والله ما لحقت، انا دخلت من باب المدرسه على مكتب النظر على البيت عدل. انا ماليش دعوه بالكلام ده يا سحر، انا كل حاجه لازم اعرفها. دبة النمل اعرفها. حاضر يا حبيبي. الله، انا مش طرطور في البيت ده. ايه ده يا رؤوف؟ تعال نقوم نشوف في ايه. رفعت يا رفعت يا ساتر يا رب. رفعت انا كنت طالع خبطت في الفوزه وقت الكسر. ايوه فعلا هو ده اللي حصل. هي دي ميرسي؟
هي دي ثانكس اللي انت بتقولها لي؟ بتكسر بيت بابا يا رفعت؟ كل ده عشان زعقت لك؟ انا فعلا هوري لك الوش التالت. ايوه يا رؤوف لازم توريهوله. اتفضل قدامي على اوضتك. اتفضل. اتفضل يا استاذ. الفازه دي ترجع زي ما كانت بالظبط، تلزقها لي وترجعها لي زي ما كانت. ازاي؟ معرفش، بتفافه ببيبي، المهم انها ترجع زي ما كانت. لا مش زي ما كانت، انا عايزها اكبر. طب يا رؤوف دي فازه. دي فازه؟ لا معرفش هي ايه دي. ما اقصدش، مش حكايه فازه. هو كويس الحمد لله انه كويس يعني. انا بتكلم على انه اللي غلط يصلح غلطته. ايوه صح. وبعدين انت واقفه بتعملي ايه؟ اتفضلي اسبقيني على الاوضه. انت دورك جاي. وعشان تبقى عارف الوش التالت بقى، من النهارده مفيش شطرنج، ماشي؟ القنوات الثقافيه والتعليميه مش هتتفرج عليها، مفيش ندوات، مفيش امسيات شعريه، واللابتوب اللي انت قاعد ترسم عليه ليل ونهار ده هاخده، يبقى ارسم بقى على الحيطه زي بقيه الشعب، ماشي؟ ومش احنا كنا رايحين الاوبرا نتفرج على كسرة البندق؟ مفيش، اتفرج بقى على كسرة الفازه. اوكي؟ وهات كتاب البحتري ده. هات كتاب البحتري. طب سيب لي كتاب البحتري اكمل قرايتي. تكمل قرايته؟ كنت قريته، ما قريتش منه الا 200 صفحه، ومعاك ده بقاله يومين ولا مش معاك بقاله يومين؟ طب ثانية. نعم. انا كنت مخبي منك كتاب ابن خلدون. اتفضل يا بابي. اتفضل يا ايه؟ يا بابي. يا بابي؟ اسمها يا بابا، كبرت انت على بابي دي. قلت لك 100 مرة بينامي بشراب. حاضر. وبعدين ابقي شوفي ملاية واسعة غير الملاية المحزقة اللي انت نايمة بيها دي. ما انا جايب لك ملايتين واسعين. بيتغسلوا. ماليش دعوة. رؤوف بقول لك ايه، خلاص بقى ما تزعلش مني، وانا والله مش هخرج تاني ولا مره من غير اذنك. خلاص بقى، على راي ناديه مصطفى لما قالت الصلح خير قوم للصالح وصالح مراتك. طب فاكر لطيفه لما قالت اديني فرصه تانية اثبت لك بيها حبي عشان تعرف مشاعري وقيمتك جوه قلبي. انت يعني جبتي لي اسمين انت عارفه كويس قوي ان انا ما بقدرش اتكلم وبضعف قدامهم، ناديه ولطيفه. انا عارفه عشان كده. ماشي صح، خلاص مفيش حاجه. اتفضلي. حبيبي يا رؤوف، البلوزه اللي بحبها لونها تحفه. وبقبلتات. تموت انت في القبلتات. بتعرضك. انا كان عليا اركبهم لك زي الجنوط. ايوه يبقوا حلوين عليا قوي. حبيبي تعيش وتجيب لي. بس ايه ده؟ انت مش لابسه قبلتات؟ يوه نسيتهم. طب خلاص مش كده عشان تعرفي تنامي. ماشي. تصبح على خير بقى. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ كنت عايزه اوريك حاجه. حاجه ايه؟ بص بقى. ايه ده؟ ده ديزاين يعني انا كنت عاملاه قسم جديد للاطفال، سراير ومكاتب واوض وكده، وقلت نعمل يعني قسم كده بلاي جراوند ونعمله في المعرض عندك وانا اللي امسكه. على جثتي مفيش شغل. ليه يا رؤوف؟ ليه كده؟ ده انا من يوم ما اتخرجت وانا قاعده في البيت محبوسه ومعزولين عن العالم، ولا لينا اصحاب ولا حد بيزورنا ولا بنزور حد، حتى رفعت كبر خلاص. بقول لك ايه؟ مفيش شغل، وعايزك تفهمي حاجه كويس قوي، البعد عن الناس غنيمه، فاهمه؟ الناس تهاب الرجل حتى يتحدث. يعني ايه؟ يعني نامي يا صاحبي. تصدق عندك حق يا رؤوف، انا ما اعرفش ليه بغلط كده، ما تزعلش مني، انت عندك حق، انا نفسي ابقى زيك. يا حبيبي اسمع على خير. شقك. ايه ده؟ ايه ده؟ في يا رؤوف؟ روكسي الزفت ده بيهوهو ليه كده كانه يعني هينسى الهوهوه. انزلي انزلي سكتيه بدل ما انزل اقلبه فايبريشن. انا اللي هنزل يا رؤوف، ده انت خليته ما يسمعش كلام حد غيرك، مش هيسمع كلامي، قوم كده سكته انت، انا هنام. ايه في ايه؟ مالك بتهوهو كده ليه؟ ما تستكلبليش فيها بقى وتقعد تعمل لي كده. ايه ده؟ ايه الدم ده؟ روكسي طب خلاص خلاص، جيب دكتور منين دلوقتي انا؟
خليك كده هجيب لك الدكتور. ريس يا ريس، أنا مين؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا مين؟ لو سمحت لو سمحت. يا أستاذ، يا أستاذ، أنت يا أستاذ. طب أنت يا أستاذ التانية اللي هناك، يا أستاذ. محدش بيرد عليا ليه؟ لو سمحت يا أستاذ، لو سمحت لو سمحت. الله، ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت سامعني؟ انت سامعني؟ انت شايفني؟
انت اللي شايفني؟ ايوه يا سيدي، امال انا بكلم نفسي. بجد بجد سامعني وشايفني؟ ايوه اخلص، شايفك وسامعك. يا ايه انا كنت خلاص فقدت الامل اللي قبل اي انسان اتكلم معاه. ليه هو انت ما حدش شايفك وسامعك زيي؟ ايوه، من ساعه ما فرقت الحياه وانا كده. يعني ايه فرقت الحياه؟ مش فاهم، يعني ايه قفشت ومشيت ولا ايه؟ لا، فرقت الحياه. انت ميت؟ ايوه، واكيد انت كمان ميت، مش كده؟ لا انا مش ميت، انا عايش. ولما انت عايش محدش شايفك وسامعك ليه؟ ما انت اهو انت مش سامعني وشايفني، انت لسه قايل كده دلوقتي. ايوه، عشان انا وانت فرقنا الحياه خلاص. يا سيدي لا، انا عايش. فريق انت فرقت حياه، ماشي، انا ما فرقتش حاجه. لا فرقت الحياه. اهلا بيك يا فارق. الله يا ميت. اوعى ايدك دي، انت اكيد بتخرف. طب بس من غير عصبيه، تعالى معايا وانا اثبت لك انك ميت وفرقت الحياه. تعالى معايا يا حبيبي. اوعى كده يا حبيبي، ده انا بصدقك. تعالى معايا، تعالى. طب اوعى ايدك. طب تعالى معايا، تعالى وانا هسيبك. ايه؟ اتأكدت؟ اتأكدت من ايه؟ انت جايبني اتفرجنا على واحد بيحلق؟ يا عم بص، انت مالك ومال اللي بيحلق؟ بص. ها؟ ايه ده؟ ايه؟ انا مش موجود. ها؟ انا مش في المرايه، انا مش طالع في المرايه. ايوه. وانت مش باين برضو. ايوه. انا مش باين. انا مش باين. انا مش باين في المرايات. مش باين. يعني ايه الكلام ده؟ ما اعرفش. ما امال تعرف ايه؟ ما انا ما اعرفش. انا ليه ما اعرفش؟ انا كل اللي اعرفه ان انا سالت نفسي كل الاسئله دي ما لقيتلهاش اجابه. انت بقى احمد ربنا انك لقيت حد تساله. هو انت كنت جاوبت على حاجه؟ يا فينك يا راجل من زمان؟ فينك ايه يا راجل انت؟ هو انا كنت بديك ميعاد وجيت لك متاخر؟ ايه اللي فينك ايه؟ انا مش موجود اصلا يا حبيبي. حبيبك ايه؟ اوعى انت الاخر. حبيبك ايه؟ حبيبي. الله صحيح، انت اسمك ايه يا ابني؟ هو انا عيل تايه بتقول لي اسمك ايه؟ ما قلت لك مش فاكر حاجه خالص. طب ايه ده؟ على فكره انا كنت زيك كده في الاول، ولما هديت عرفت. انا اسمي نوح. معاك المستشار نوح نصر الدين جد الله محمد عبد العزيز مصطفى شوكة القللي. انت يعني بتعايرني عشان مش فاكر اسمي؟ ما تقول نوح وخلاص. طيب بس بقول لك ايه ده، انا بقول لك على اليافطه اللي كانت محطوطه على باب شقتي. يافطه؟ ايوه. ده انت رايق قوي قوي. وانا بقى لما انادي لك اقول لك يا نوح ولا اقول لك يا يافطه؟ لا، قول لي يا يافطه، هات لي يافطه معاك. يا اخي اضحك بقى، اهدى يا ساتر. طب وبعدين احنا هنفضل يعني مقضيينها ماشي كده؟ انا من ساعه ما قابلتك وانت ممشيني. احنا مش مفروض طب نطير نخش في حيطان نعمل زي ما بيعملوا؟ هي لا الكلام ده في القصص والحواديت والاساطير وبس. يعني كمان ما بنطرش؟ انت هتزعق وتفرج الناس وتلمهم علينا. يلا يا سيدي، كل واحد يروح عليك واحد. وفي حد ممكن يشوفنا؟ مدفوق بقى. الله، هو صحيح احنا ما بنطرش، بس ممكن نعمل حاجات تانية كتير. حاجات ايه؟ احنا نقدر نعمل حاجه؟ وساكت من الصبح. حاجه ايه اللي نقدر نعملها؟ حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ تعالى معايا وانا اقول لك. ياه، احنا نقدر نبص لفوق؟ مين كان يصدق؟ يا عم انت موقفنا بقالنا ساعه باصين لفوق. ما تقول لي بقى احنا نقدر نعمل ايه؟ اسكت، هتشوف. طب انت يعني مستني حد نازل لك من فوق؟ اسكت اهو. ايه؟ بص ايه؟ ننفخ؟ ايوه. يعني انت موقفنا كده بقالك ساعه علشان في الاخر تفرجني وانت بتنفخ البتاعه دي؟ ايوه. طب بذمتك ده مش نفخ؟ نفخ.
الله العظيم، يعني يا رب يوم ما اقابل واحد ميت يبقى ده. الله، ده دراسة بقى. هنا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ بص. مين ده؟ مين ده؟ انت ميت بقالك 30 سنة ولا ايه؟ ده احمد السقا. خارج يلعب رياضة في الشارع. احمد السقا الممثل الشهير. بص 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 بيعمل ايه؟ بص بيعمل ايه؟ ايه يعني؟ المخرج جه يا ريس. اسمه ايه؟ اسمه غريب قوي. اسمه ايه؟ اسمه تيمور. تيمور ويسي فونس كله بيتعسل. انا عايز اخلص اليوم على اخري. يلا. أنا على ايه؟ اخرك. اصحى معايا. يلا بينا. تعال تعال هات ايدك دي عشان تبقى تعرف تفتح لي الباب. ها؟ ايوه من هنا من هنا يلا من هنا يلا من طب هنا. قدامي يا استاذ فيصل. اكشن عشان انا مش طايق نفسي. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى. شفت طفى السيجاره في ايدي واد ازاي؟ شفت عمل ايه هنا وطلع ونزل ازاي؟ معايا قرد يعني تبقى كده. تعرف تفتح لي الباب عشان تبقى تعرف تفتح الباب. يلا يا سقا، يلا يا سقا، جاهزين؟ اوعى ايدك دي. جاهزين يا سقا، يلا طيب. تعال. يلا بينا عشان نلحق المترو. ثانية واحدة، مترو ايه دلوقتي؟ مترو ايه والساعة موجود؟ وبعدين أنا أصلي عايز أتأكد من حاجة كده شاغلة مصر كلها. ايه هي؟ عايز أتأكد إذا كان أحمد السقا بينط بنفسه ولا في حد هو اللي بينط له. بص يا معلم، السقا هينط من هنا، هينزل على المترو، يدخل على طول في عربيه السيدات، يلحق الواد الصغير قبل ما يشرب من صدر امه اللبن المسموم. تمام يا عموره؟ الحق بقى. يلا بطل، وريني نطتك. يبقى مش هو اللي هينط يا سيدي. قوم يا حبوب. إيه؟ مش هو اللي هينط؟ ما هو يعني إيه الكلام ده؟ يعني كان بيضحك علينا في كل الأفلام اللي فاتت دي؟ إحنا اتخدعنا؟ يا استاذ انا عايز اسال سؤال بعد اذنك. اتفضل. اما اكلم حضرتك بص لي، انا قاعد جنبك كيس جوافه، يعني انا لازمتي ايه والدوبلير هينط؟ الفيلم نازل عيد يا سقا، لما ضيعك مني اعمل ايه انا بعد كده؟ عنه ما نزل، يعني انت خايف على العيد ومش خايف عليا ها؟ طب ايه رايك بقى ان انا اللي هنط؟ مش هتنط. انا اللي هنط. لا مش هتنط يا سقا. هينط، سيبه ينط. اكشن. الحمد لله وش بان، الحمد لله الحمد لله انا اللي هنط. هيعيدها ويغطي وشه. لا مفيش حاجه ليه؟ لا هيعيدها ويغطي وشه. لا بقول لك ايه، ما تعصبنيش. هنط. مش هتنط يا سقا. هنط. ما انتش نطت يا سقا. طب ايه رايك بقى؟ هنط. يا نهار اسود، ده موت المخرج. يستاهل، ما هو مش عايزه ينط. نط يا احمد السقا. نط يا تيتو. دوروا الكاميرات. نط يا عار. نط يا قلب دليلي. اطلبوا اسعاف. نط يا لعبة ست. تشرب حاجه يا ياسر؟ لا ايوه. ايه رايك اسميك اسر؟ آسر؟ لا ده لا محصل ياسر ولا جاسر. لا تعجبني. ما تنط يا علي، المايه سخنه. ايوه علي قصير قوي، يعني تيجي تبتدي يخلص. لا رؤوف. قديم قوي رؤوف ده. ايه رؤوف؟ لا انت رؤوف. هو بالعافيه مش عايز انا يبقى اسمي رؤوف يا سيدي انت رؤوف. بص انت رؤوف اهو. انا ده؟ ايوه انت ده موجود اهو. ودي كمان موجوده، والنضاره موجوده. بص انت رؤوف. وانا بعمل ايه هنا؟ انت متاكد ان ده وشي؟ انا بعمل ايه هنا يا نو؟ ايه ده؟ ده معرضي؟ كان معرضي. ده انا غني. كنت غني. يا خساره اني مت يا اخي. تعالى بس. حته بوده. تعالى بس يمكن تفتكر حاجه. قول لي، مش فاكر الراجل ابو جلابيه ده؟ اكيد النجار، بس واضح ان الدولاب ده عليه طلب جامد. هات 2 يا حوده. ايه؟ دولابين ب 20 جنيه؟ اسعارك كانت رخيصه قوي. ايه ده؟ بص عايز يخلصني. 2 كيلو بطه والمصري. خد طعميه طالعه كمان 5 دقايق. طعميه؟ انا هعمل المعرض ده كله عشان ابيع طعميه؟ لا، وبسكوت بالعجوه. منك لله رؤوف. ليه؟ بقول لك ايه يا محمود، عايزه 2 حلاوه بالقشطه عشان العيال اكلوا اللي وقعوا من طولهم من كتر الجوع. بسرعه بقى. منك لله رؤوف. لا ليه؟ انا مالي انا وحاوه بالقشطه؟ انا عملت لها ايه دي؟ لعبي بيع لعبه وحشه. منك لله يا رؤوف. الله، طب ده هو اللي لعبها ولعبه وحشه، انا مالي؟ بتشتمني وتف عليا ليه؟ مين دي؟ فكر قبل ما تلعب. فكرت جهار. قلت لك فكر الاول. يا لهوي انا اسفه.
ما كانش قصدي، كنت خايفه اتحشر في خشب. انت ازاي بتضربيني كده؟ يا ميرفت قلت لك كذا مره فكري قبل ما تضربيني، انا مش اختك الصغيره يا ميرفت. تعال ايه ده؟ استغفر الله العظيم. خير، اللهم اجعله خير. منك لله. ما قالش رؤوف. اي بس خلاص اتحفظت، اي حد يقول منك لا يبقى يا رؤوف على طول. يا ريت ترقيد شغل الموظفين بتوعك. ده تعريض، ده اكيد بيعرضوا، مستحيل يكون ده مهرجي. لا لا معلش معرضك. اها ده انا؟ اي موجود اهو ايام ما كنت هتلر. ايه في المزيكا اللي انت مشغلها دي؟ وشغل قرآن بسرعة. ده تليفون من بيت المهندس رؤوف. الو. ايوه يا ست عواطف، عايزة 30 كرسي حالا؟ حاضر، ابعتهم لك مع عربية المعرض وانا هاجي وراها. مع السلامة. الباقية في حياتك. علم مزيكا يا ابني. اسطوحي ابعت 30 كرسي لبيت المهندس رؤوف، مراته عايزاهم. يا مراتك تخينة قوي لدرجة انها بتقعد على 30 كرسي. هو قال مراته. أيوة. انا متجوز. ايوه واسمها عواطف. يعني انت اللي اسمك تامر؟ انا متجوز؟ ايوه. شكلنا كده وصلنا. يلا مشتاق جدا اشوف عواطف. عواطف ايه؟ عواطف مراتي، انت نسيت ولا ايه؟ طيب. الكراسي وصلت يا ست عواطف. وصلت؟ فين؟ نحطهم فين؟ نحطهم فين؟ نحطهم فين؟ نحطهم فين يا عواطف؟ عواطف وانا اللي زعلان ان انا مت؟ دي مراتي؟ ده انت اللي مراتها، ده ارجل مني انا. اقول لك حطهم في الجنينه يا استاذ فتحي. حاضر يا عواطف. هو السواق ليه بيقول لمراتي يا عواطف حاف كده؟ اكيد الحكايه فيها عواطف. يا ريت. ايه؟ يا ريت، انا ما عنديش مانع. ياخدها. تعالى تعالى. يا ايه؟ افتكرت حاجه؟ لا بقول يعني يا كل ده بيتي؟ بس نعم؟ لا يعني كل ده بيتي كبير قوي. كان خلاص. بقول لك ايه؟ اطلع انت استكشف فوق وسيبني انا بقى براحتي استكشف تحت. ايه قله الادب دي؟ لا يكون حد خالع راسه، البيوت ليها حرمه، ولو ان انا ما شفتش اي حرمه هنا لغايه دلوقتي. خلاص بقى ما تفكرنيش. مين دي؟ ما اعرفهاش بس باين عليها فرفوشه قوي. اسمها صحة. وعرفت منين؟ عواطف مراتي جت من شويه وقالت لها يا صحة. ارقص لو تحب. يا سحر شوف صحة. ايوه يا دادا. شوف يا دادا. استاذ حسين مش بره. اعملوا حاجه يشربها. اجري وعيش يا بلاد. ايه المجنونه دي؟ انا مش فاهم حاجه. يعني انا متجوز دادا؟ لا يا اخي، انت مراتك اسمها سحر. طب الحمد لله. رؤوف انت متجوز بقالك قد ايه؟ مش فاكر ومش عايز افتكر. طيب ما تزعلش نفسك، في ايه؟ بس الراجل ده كويس، هو الوحيد اللي ما قالش عليك كلمه وحشه. تفتكر؟ طبعا.
والله باين عليه فعلا كده يا نوح. انا ظلمته باين، ما بعد الظن اسم. تفو بحوشها لك في بق من 10 سنين. روح إلهك حمك دنيا وآخرة بعيد. انت بتضحك يا نوح؟ انت فرحان فيا؟ عشان ابن كلب يا اخي امين شايلها لك بقاله 10 سنين عشان معرفه. مراتك نازله؟ كانت مراتي. طيب اشمعنى كان معرضك كان بيتك؟ طيب. كانت مراتي. طيب يا ريتني فضلت مع عواطف. البقاء لله يا هانم، شد حيلك. متشكرة يا عم حسين، اتفضل. والله في محنة يا هانم، في محنة. محنة يا محن. مين محي ده؟ انا مش محي، انا ما قلتش محي، انا بقول محن. خلاص انت مش شايف المحن. طيب اتفضل تعال نشوف هيقولوا ايه. اتفضل اتفضل. أستاذ حسين، أنا كنت محتاجة فلوس. انسي، قصدي يعني ما ينفعش يا مدام، اقصد يعني مفيش. مفيش ازاي؟ المهندس رؤوف هو اللي كان بيمضي على كل حاجة. الحمد لله. يعني ما ينفعش تسحبه ولا مليم الا لما يطلع له شهاده وفاه، وشهاده الوفاه مش هتطلع الا لما يلاقوا جثته. فاستني بقى لما يلاقوا جثته. ايه؟ ما لقوش جثتي؟ يبقى مراتك قتلتك ودفنتك في الجنينه. لا مش ممكن. لا ممكن دي. خلاص. في حاجه يا مدام، سكت ليه؟ أصل أنا كنت عاملة العزا النهاردة. لا الغي، الناس ما بتبطلش كلام. ليه يا راجل؟ مش عارفة أعمل إيه دلوقتي، أنا كنت محتاجة فلوس ضروري. احنا اللي مش عارفين نعمل ايه. احنا كنا داخلين مناقصه اوض نوم بملايين، مش عارف بقى لو المناقصه دي هرست علينا هنتصرف ازاي. يا مامي اتلاقي لي انا عايزك. ابني؟ متاكد الاول؟ أيوة يا رفعت، أنا جاية يا حبيبي. اهو ابني، انا عندي رفعت يا نوح. استنى يا ابو رفعت. يعني أنا فعلا لازم أستنى الجثة. رفعت ابني؟ يا حبيبي يا ابني، للدرجة دي بتحب ابوك ومش قادر تنساه؟ معلق صورتي على سريرك فوق دماغك، فوق صورة اينشتاين. بتحبني اكتر من اينشتاين يا حبيبي يا ابني. اتأكدت يا راجل؟ يا نوح اتأكدت. ابني اهو، بص معلق صورتي ازاي. بص، طفل جواه جواه زبالة. بس لا ده جواه زبالة ده. خلاص وما ترباش. ما كان متربي من شويه وجواه هطلع لك كل اللي جواه. خد دي في عينك. ما جاتش في عيني يا باشا. يلا نمشي. جت جنب العين دي. خلاص نمشي بقى يا رؤوف. يلا عشان يلا جميلة. كده عصبته يا ابن الكلب. مش فاهم ايه فايدة قعدتنا دي. مين ده يا نور؟ انا مش عرفني، بتسألني انا وانا 140 دليل. ده واد زي القمر جاي بيتك اللي ما فيهوش الا مراتك القرمره اللي زي القمر. خلاص يا عم خلاص. انت شايفه داخل بنص كباب وازازتين بيره؟ ما جايز اخوها. استنى بلاش. اوعى ايدك. مساء الخير. مساء النور. مدام سحر مش كده؟ أيوة. الباقي في حياتك. حياتك الباقية. مين ده؟ انا صديق رؤوف. طب يا عم ده صاحبي يا عم، ولا كنت فاكره اخوه؟ أهلا وسهلا. اتفضل. اتفضلي. انت يا نوح ده انت شكاك. قعدت تقول لي هنا الشيطان محترف الشيطان محترف. تعال نخش. صاحبك جوه وجوزها بره. تعال بص اهو. ايه عادي خالص، ناس قاعده عادي وناس في منتهى الاحترام والادب. وعلى فكره انا مراتي اللي انا مش فاكرها دي اثق فيها ثقه عمياء، وصاحبي اللي انا ما اعرفوش ده اثق فيه ثقتين عمياءين. شفت ايه؟ طب كويس انك ما شفتش. شفت بتخوني ازاي؟ ايه؟ شفت ما بتخونيش ازاي؟ قاعده عادي والراجل قاعد عادي يا عم بدل العصبيه اللي انت فيها ده، خد الموبايل بتاعها ليه؟ يا عم لا ما تبقاش ظنان، تلاقيه بس بيحول لها رصيد ولا حاجه. الست ظروفها وحشه برضه، ما انا ميت دلوقتي. خلصوا قعدتهم وخد الواجب ومشي.
تعالى تعالى. الو سحر. سحر ايه في مليون سحر في البلد يعني. هسيبها. هتسيب نمره اخوها. تمام تمام تمام. لا معاكي صح. تمام. اوكي. تعريض في المعرض وتعريض في البيت. مراتي معرضه وابني معرض، انا خايف لا اكون انا كمان كنت معرض. ده انتوا كده عيلة المعرضين كلكم. إيه انت خايف من ايه؟ هو كلب شايفنا؟ بس تعرف اكيد الكلب ده كلبك. على اساس ايه يعني؟ شبهي يعني؟ ولا شايف وداني مطرطقه ونازله كده زيه وعندي شعر؟ لا اصل داخل علينا دخلة معرض كبير كده، صح؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شاكك ان الكلب ده شايفنا. اشمعنى يعني؟ اصل هو معدي بصلي كده بطرف عينه. فين ده؟ ايه ده؟ اهو ايه ده؟ شايفنا ولا مش شايفنا؟ ايوه صحيح شايفنا. يبقى الكلب ده ميت زينا؟ لا الكلب ده مش ميت، لان كان فيه في بقه شراب. الا بقى اذا كان الشراب ده ميت وده شبح الشراب. صح صح. الكلب ده شايفنا واحنا شايفينه. بقينا 3 يا نوح. لا 4 بقى. اعمل حساب الشراب. عايز الشراب ميت من ريحه يعني. صح. انا عايز امشي من هنا. عارف انا لما فرقت الحياة اول حاجة عملتها ايه؟ بعدت عن اي حاجة لها علاقة بحياتي. اكيد عشان ما تشوفش اللي انا شفته. انا ما كانش عندي حاجة اشوفها بعد ما مت. مت؟ هو انت مت ما فرقتش الحياة؟ رؤوف انا عاوزك تنسى اي حاجة وحشة شفتها. صح معاك حق. المفروض بقى التفت لمستقبلي كشبح. لأن أنا ناسي أصلا كل حاجة وأي حاجة. أنا مش فاكر إذا كنت بحب مراتي ولا ما بحبهاش. كويس إنك مش فاكر لأنك كنت هتتضايق أكتر. كويس إنك ميت. سلام شوف الكلام. درر كلامك كله تفاؤل. حد يقول لحد كده كويس إنك ميت. يا أخي أنا بس كان نفسي أعرف هما بيكرهوني كده ليه؟ أنا عملت لهم إيه؟ بجد هموت واعرف. تموت تاني؟ ما انت اصلا ميت. صح. مش كفايه ان انا ميت؟ لا ومتضايق. ميت متضايق. وعلى ايه؟ يعني انا ابقى ميت ومتضايق وهم عايشين ومبسوطين؟ طب وانا مضايق نفسي ليه؟ مضايق نفسي؟ ما يولعوا بجاز. بقول لك يا نوح انا من النهارده عايز اتبسط. انا عايز اتبسط. يلا نتبسط يا نوح. اخيرا نطقتها. تعالى لي بقى انا هوريك اللي عمرك ما شفته بذمتك ودينك. ايوه. طب يلا نتبسط. يلا نبسط. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وهذه هي نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. هو ده اللي أنا عمري ما شفته. إيه رأيك؟ تطلع في التلفزيون في أي وقت. ويوم ما تطلع في النشرة. طب اطلع مع منى الشاذلي حتى. ده أنت واد نمس. أنا خلاص فهمتك. الموضوع مش موضوع قطر ولا أتوبيس يا ريس، المسألة مسألة نظام. موجود يا ريس. شكرا. أنت كده فهمتني؟ وأنت مش مبسوط ولا إيه؟ إزاي؟ لا إزاي؟ الطلعة الجاية بقى هتودينا فين؟ وزارة التخطيط؟ بقول لك عايز اتبسط، تجيبني مجلس الشعب. هو ده قمة المرح بالنسبة لك؟ هو أنت كنت تقدر تخش وأنت عايش؟ ومين قال لك إن أنا عايز أخشه حتى وأنا ميت؟ هو المجلس هيبقى مكتوب علينا دنيا وآخرة؟ عمرك توقعت إنك تتفرج على الماتش من هنا؟ هو في حد أصلاً يعرف يوصل لهنا؟ ده العادي، أي حد يقدر ينزل هنا. لا ده الشعب كله نزل الملعب. ما تخافش. يلا نمشي من هنا. ما تخافش. ما تخافش. تعالى. أنا مش فاهم أنت جايبني هنا ليه؟ أنت عمرك كنت تحلم إن أنت تخش مكتب رئيس الجمهورية؟ بصراحة لا. طب خلاص، شفت بقى أنا بجيبك فين؟
عشان تبقى فاهم الفرق بين الحتت اللي بجيبها لك. نهار اسود ومنيل، قوم انت هتقعد، انت عاوز حد يشوفنا ويودونا في داهيه؟ حد يشوفنا؟ انت مش قلت لي ان مفيش حد يقدر يشوفنا؟ هنا بالذات ممكن يشوفونا. قوم يا اخي خضتني. بس روح. ايه؟ امشي امشي، اقف هناك، امشي. امشي؟ امشي. صحيح الكرسي بيغير. طبعا بيغير. انت شايف انا اتغيرت ازاي؟ التغيير، كل التغيير ده. طب بقول لك ايه؟ نعم. قعدنا انا شويه مش خاطري. عايز تتغير؟ طب تعال، بس تغير على طول بسرعه، ها؟ عشان انا عايز اتغير اكتر، عشان انا حاسس ان انا ما اتغيرتش قوي يعني. ها اتغيرت؟ بتغير اهو، بتغير. امشي من هنا. شوف تمام، اتغيرت بسرعه. يلا قوم بقى، قوم. اقوم ليه؟ قوم بقى. سيد رئيس الجمهورية. اجري يا نوح، اجري يا نوح. رؤوف رؤوف بابا حبيبي. نشن عليا يا ابن الكلب. ليه كده يا حبيبي؟ حبيبك وانت دايره على حل شعرك. انا؟ امال انا؟ هو في ايه؟ عايز اعرف انت كنت بتعملي ايه وانا مرمي هنا في المستشفى؟ تفتكر كنت بعمل ايه يا رؤوف؟ انا اللي بسألك، انت بتعملي ايه؟ انت بتشك فيا؟ بشك فيك. اخص عليك يا رؤوف، كتر خيرك، ده انا كنت هموت من القلق عليك. الله يسامحك، انا هروح اجيب لك نضارتك وشويه غيارات من البيت. تخرجيش من البيت الا لما اقول لك، فاهمه؟ الحاجه دي تبعتيها مع السواق، وانت تقعد تذاكر. يلا امشوا. الحمد لله على سلامتك يا باشمهندس مدام. الله يسلمك. دكتور من فضلك، كنت عايزه اطمن على رؤوف، هو حالته عامله ايه دلوقتي؟ هو ما فيش اي حاجه، هو بس عشان قعد تحت الميه فتره طويله مخه ما كانش بيوصل له الاكسجين، فممكن يكون حصل له شويه ضرر هيظهر له مع مرور الوقت. احنا في الفتره دي هنحطه تحت ملاحظه لغايه لما نتاكد ان مفيش اي مضاعفات حصلت له، ويا ريت يرتاح، يبعد عن الانفعال، عن التوتر، عن اي حاجه تضايقه، اوكي؟ ويا ريت لو حد يبقى يعدي على الحسابات. انا شفتكم كلكم على حقيقتكم. ايوه، انتوا الاتنين، وانتي وانت، حتى انت يا حسين برضه شفتك على حقيقتك. حقيقة ايه بس يا باشمهندس؟ اهدى شوية. المعرض، انتوا خربتوا المعرض وانا مش موجود. صح؟ المعرض موجود وزي الفل وكل حاجه ماشيه كويس جدا، المهم دلوقتي صحتك. صحتي؟ خايفين قوي على صحتي؟ وحضرتك عندك شك في كده؟ ايه ده بس يا باشمهندس، بلاش الانفعال ده احنا مصدقنا ان احنا اطمنا عليك، ده احنا والله افتكرناك ان انت مت يعني. يا مدام بنت، في حد يقول كده؟ كلنا كنا بندعي لك يا باشمهندس وربنا استجاب. يعني الشغل ماشي كويس؟ انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس المناقصة رست علينا، بس كل حاجة واقفة، لأن سعادتك اللي بتمضي على كل حاجة وتقول أو لأ. يا باشمهندس رؤوف، ربنا خلق لنا عينين في وشنا عشان نلاقي حد في ظهرنا ويأمننا. ماشي يا حسين، ماشي. خدوا بالكم من الشغل، كأني موجود. طبعا. متقلقش، كأني موجود. طبعا. خد انت بالك من صحتك. هو خلاص ماشي، امشوا بقى، امشوا. بقعد معاك. شكرا.
شكرا. شهادة مننا بالسلامة يا باشمهندس. شكرا. لا اله الا الله. السلام عليكم. حاضر. السلام عليكم. ألف سلام عليكم. شكرا. ربنا يخفف عليك ليلتك. شكرا يا حسين. حسين، موبايلك. ايوه. لا يعني موبايلك يبقى خليه جنبك ما تقفلوش. حاضر. حاضر. لو عوزت حاجة أكلمك. حاضر. هو ليه حضرتك عملت توكيل عام لسحر هانم؟ عشان ملناش عينين في ظهرنا يا حسين. وبعدين برضو مهما كان يعني سحر مراتي واكيد هتخاف عليا. وماله يا سيدي، ربنا يروق البال ويصلح الاحوال. اقوم انا بقى عشان اروح المصنع. ماشي. مالك يا حسين؟ لا ابدا، هم دايما لما يجوا يقوموا يقولوا ها. ايه يا حسين في انت مش قلت ما تقوم بقى؟ انت ما قلتش يا حسين. غريب حسين يقول ويقعد ويمشي من غير ما يقول ماشي. استنيك. المصريين بيتميزوا عن دول كتير حوالينا، احنا اللي بنصلي الجمعه من غير. الفنان احمد السقا من تصوير اخر مشاهد فيلم جديد، واللي كان من ضمن مشاهده انه بينط من فوق الموت. يعني ايه؟ والفيلم ده من اخراج المخرج الشاب المتميز تيمور تيمور. وده كان اول تعاون بيني وبين السقا، واللي عرفناه من السقا انه حصل خلاف بينه وبين المخرج بسبب اصرار السقا توحيد ما تقلب الصفحة بقى، بقالك ساعة بتقرا في صفحة الرياضة وشكلك مش رياضي ولا حاجة. يا نوح يا نوح يا نوح، تعال بسرعة تعال. طلعت فين يا عم؟ أنا طلعت عايش يا نوح، طلعت عايش وفي غيبوبة. عايش وفي غيبوبة؟ انت استنى بس، اللي انت بتقوله ده صح. أنا متأكد. تعالى هوريك أنت متسمر كده ليه؟ أنا عايش. استنى بس، رايح فين؟ بس مد شوية. استنى بس. أهو أنا أهو. أيوه صح. مش دي سحورة؟ ايوه، ما اصل انا بعت لها مسج قبل ما اخش في غيبوبه فجت. وهي عامله شعرها كده ليه؟ وايه اللبس الغريب اللي هي لابساه ده؟ ده العادي يعني. انت تقصد يعني عشان البنطلون المقطع لا ده كل ده مش حقيقي. ايه؟ كل ده تهيؤات، هي ما عملتش كده. زعلانه ازاي؟ صباح الخير يا مدام سحر. صباح النور يا دكتور. خير، ايه اللي حصل؟ للأسف
رجع الغيبوبة تاني. ما كانش لازم ينفعل خالص. بعد إذنك. اتفضل يا دكتور زعلان هيموت عليا من الزعل. هي كمان زعلانة قوي. الله يكون في عونها والله. ما كنتش عارف تستنى لحد لما تعتذر لي؟ غصب عني. حتى دي مستكترها عليا يا رؤوف. ما انت شايفه يا صح. مفيش فايدة فيك. خلاص بقى. انت ندهت لها ولا ايه؟ لا ما انا واقف ساكت، وحتى لو ندهت لها مش هتسمعني. بس شفت حنينه والله. وانا اتجوز اي حد. اكتب نفسك بيها دي لحد ما يتقطع ولا اعمل ايه؟ ها؟ كل ده مش حقيقي. مش حقيقي. كل اللي انت شفته ده مش حقيقي، دي كلها تهيؤات زي ما قلت لك. يعني هي كانت بترقص ايوه ولا كانت لابسه مقطع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا امشي. لا امشي امشي ما تشوفوش ما تشوفوش. لا شافته. هو ايه ده؟ شافته ومسكته. ومسكته وقريته. تعمل لها توكيل عام كده بقى. الله يرحمك حقيقي. ارجوكي خدي بالك منه ارجوكي. ما تقلقيش عليه، ده في عينيا. تسلم عينيكي. بص الممرضه قلقانه عليا ازاي. حزينه روح. الو. ايه يا حد. ايوه يا استاذ عكاش، بقول لك ايه، الباشمهندس رؤوف رجعت له الغيبوبه تاني، ما تنساش حلاوتي بقى. حلاوتها؟ هي الناس دي فرحانه ان انا رجعت غيبوبه تاني ليه؟ كاني راجع من الحجاز. الو حد سامعني؟ عم حسين من فضلك لو سامعني ممكن تطلع لي؟ ما انا موجود اهو. كويس يا حسين انك موجود. بقول لك ايه، انا عايزاك تفضي لي المكان هنا خالص كله. اصل انا هفتح هنا قسم جديد للاطفال. هنا ازاي؟ ده مكتب المهندس رؤوف. خلاص الكلام ده يتلغي. انا معايا توكيل عام من رؤوف. الخروف. توكيل عام من مين؟ المهندس رؤوف. الخروف. بالظبط كده. يا حبيبي يا رؤوف. ابتديتيها بدري قوي صح. اخيرا يا سحر حققتي حلمك. وكمان هبله. هطلقها. ايوه انا عامل لها التوكيل بصفتها الزوجه، فلما اطلقها يبقى التوكيل باطل. ما هو جهل امثالك بالقانون هو اللي مودي البلد دي في داهيه. انا؟ طبعا انت. لا هي راح في داهيه من قبلي. اسمع المستشار هيقول لك ايه. اوكي. الشرايح فين انت؟ ايه؟ طب خلاص تعال. أول حاجة تعملها تبعت لها إنذار على قد محضر بإيقاف التعامل على التوكيل رقم 1-38408. إيه ده أنت حفظت رقمه؟ يا أخي لمحته كده سريعا. المهم بس خلينا هذا التوكيل الصادر من شهر عقار الجيزة لصالح السحر إبراهيم متولي الباسوسي، قد تم إلغاؤه من قبل رؤوف عبد الحميد حسني السيد اعتبارا من اليوم، ولا يجوز استخدامه نهائيا. لمحته سريعا. ده مش بعيد تكون انت اللي عامله. بس لقيتها. انا اول ما اقوم الغيبوبه اروح الغي التوكيل ده يا عم. يا عم بتقولي يا عم؟ ايه؟ ما هي لازم توافق، لازم تروح كمان معاك عشان تلغيه يا عم. ربنا يحميك يا ابني، انت اللي فاضل لي. بص كده يا جدع، باينه اللي بابا اللي ماضيها ولا شكلها غريب. وريني كده يا حبيبي. زي الفل، 100 100. ايديك تتلف في حرير. هو بيديكي حقنه في صيدليه؟ انا كده بقى خلصت كل التزوير اللي ورايا، ابدا بقى العبي شويه قبل ما بابا يفوق. لا يا رفعت يا حبيبي ما تقولش كده. اصيله. ان شاء الله مش هيفوق، مش هيفوق. انت حاطط ميكي في البحتري؟
ده انا هبحتر كرامتك بس لما افوق. ايوه يا صاحبي، بصي في صورتي كويس وحسي بالذنب. افتكري الايام اللي كانت بينا يا سحر. اللي نصب الشهر الابيض ده. بصي كويس وفوقي يا فوقي. انت كل ده بتبصي في المرايه مش بصي على صورتي؟ وكل اللي انت عاملاه ده مش مضايقك؟ والشعرايه البيضه دي هي اللي منكده عليك عيشتك؟ ايه؟ الو، اهلا، ازيك؟ كويس الحمد لله. طيب اوكي، سي يو. ده انا هسي ايام سودة. خد راسي هلا هنا. دي جزمتي دي ولا جزمتك؟ عامل جزمتي كوفيه؟ نهار اسود. كلب، كلكم ولاد كلب. شوف الكلبه دي رايحه فين. طيب فادي الأوفاء دلوقتي بقى أكلمك، هتعملي إيه؟ تكتم نفسه بالمخده. عادي، طبعا عادي. هقول له ان انا في البيت وهبعت له صورتي فيه كمان. إزاي يعني؟ اصل انا كنت بصور نفسي في البيت بكذا بيجامه، وكل مره كان بيكلمني فيها كنت ببعت له صوره. استني هوريكي. بصي دي مثلا لما كنت في النادي. استني هوريكي واحده تانية. بصي بقى دي لما كنت مع هدى في السينما. استني هوريكي بقى واحده فظيعه. بصي دي بقى لما كان هو بايت في اسكندريه وانا كنت بايته عندك. يا صايعه، ده يبقى موقف خالص. يا ضايعه. فيها ايه يا اختي لما افك عن نفسي شويه انا واصحابي، على راي منى عبد الغني لما قالت يلا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح. بس انتي ما بتحسيش بالذنب من ناحيته خالص؟ اظن دي بقى لا خالص. احس بالذنب ناحيته ده ايه؟ مش لما هو اصلا يحس بالذنب ناحيتي، ولما هو اصلا يحس بيا ان انا موجوده في حياته. سيبك انتي. اقول لك يا ناصر، انا عايزاك النهارده تغيرني خالص. عايزاك تعمل لي كده قصه شاكيرا. حتى قصه الاسد هتغيريها؟ انت وراكي حفله النهارده ولا ايه؟ لا طبعا. ده نقطع رقبتها. حفله ايه؟ اصلا انا رايحه اقابل راجل. اها، اقابل راجل؟ عملتي كتفك كده؟ طبعا يا سحر، ما انت قلعتي الاوبليتات وفكيتي وفجرتي. مكان لطيف قوي. انا عارفاه، انا على طول راشقه هنا. امتى؟ ها تشربي ايه؟ شاي بلبن طبعا. بيره بلبن؟ ايه بيره؟ يبقى بيره الهانم، وهاتي انا عصير برتقال. ما تسترجل، ده المدام طلبت بيره. عشان هسوق وكده. كويس. وعارفه تمشي الاعمال من غير رؤوف؟ مش عارفه خالص. رؤوف كان بيعمل كل حاجه بنفسه، مفيش قرش بيدخل ولا بيخرج الا بامضته، وعندنا تسليم شغل كبير قوي. خلي بالك لازم تسلمي في الميعاد، لان في شغلتنا دي اهم حاجه هي السمعه. سمعه ايه بقى والمدام طلبت بيره؟ على العموم انا عايزك تعتبريني زي رؤوف بالظبط. لا طبعا. طبعا. عموما برضو انا هحاول تاني في الصفقه. بيني وبينك حرام، دي صفقه كبيره وفلوس كتيره قوي، انا اولى بيها. الجشع ده. طب وهتعملي ايه؟ انت بتقولي هو كان بيتحكم في كل حاجه. ما رؤوف عمل لي توكيل. ما تفكرنيش. فكر كويس رؤوف، برافو عليه. ربنا يقومهم لنا بالسلامه ان شاء الله. يا دي يا مؤمن. يا رب. يا بنت يا مؤمنه. انت كويسه؟ في حاجه؟ انا مش عارفه مالي، انا عايزه اروح. ليه؟ ما بدري ما تقومي ترقصي شويه على الترابيزات. طب كملي البيره يمكن تحسن مودك. يمكن. واحد بيره كمان يا ناجي. لا رشقه. ايه بالراحه، شويه بتشربي قصب. كراهي. هرجع. سايباه يوصلك لحد بيتي بعربيته يا هانم. ايه ده؟ الله. ايه ده قفلته كمان؟ حلو قوي. اكيد انت رخم. واضح انك تعبان قوي، انا هوصلك لحد جوه. شيل ايدك دي. امشي. تعالي اسندي. لا امشي كده، مش تمشي كده يا ابن الكلب. ده وقته فوقي.
مصيبه صح؟ هتبقى مصيبه، هتبقى مصيبه صح؟ لا 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 طبلينه يا صاحبي، طبلينه طبلينه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تخيل حاجه تانيه، تخيل حاجه تانيه. ايوه ايوه يا سحوره، ما بدهاش ما بدهاش. بابا حبيبي. ليه كده يا رؤوف؟ ايه اللي انت عملته ده؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ انا لسه هعمل. تعالي افرجك على حاجه هتعجبك قوي يا مدام سحر. ها؟ في ايه؟ اتفرجي يا ست هانم. تقدري تقولي لي ايه ده؟ ها؟ طبعا هتردي تقولي ايه؟ ما تردي تقولي ايه ده؟ ممكن تقولي لي عملتي ايه جوه بيتي؟ عملتي ايه جوه بيتي؟ اخلص خالص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ كفايه شك بقى. سنين وانا عايشه معاك وانت بتشك في كل تصرفاتي وما بتثقش فيا. ما بثقش فيكي؟ انا لو ما بثقش فيكي يا هانم ما كنتش عملت لك توكيل. ما كنتش عملت لك توكيل بكل حاجتي. توكيل؟ توكيل. توكيل ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ هو ده اللي هتعوضني بيه عن كل السنين اللي فاتت اللي انا عشتها معاك وانا ساكته ومستحمله؟ ادي التوكيل بتاعك يا رؤوف. اهو اتفضل اهو. اظن كده خلاص ما بقاش في حاجه ما بيننا. مش انا بخونك؟ ليه تجبر نفسك تعيش مع واحده بتخونك؟ خلاص يا رؤوف، انا وانت فعلا ما بقاش ينفع نكمل مع بعض. صح. انا وانت مش هينفع نعيش مع بعض. انا مش عايز اعيش معاكي اصلا. رفعت تعال هنا، يلا نمشي. وعلى فكره بقى، انا طول الوقت كنت بمثل عليك فعلا. كنت بعمل كل حاجه بتطلبها مني بالظبط. بس عارف انا كنت بعمل كده ليه؟ انا عمري ما خنتك يا رؤوف. مش خوفي منك هو اللي منعني، لا. انا عمري ما خنتك لان انا ست محترمه. امشي. كدابه كدابه. كلكم كدابين، كلكم كدابين. كلكم كدابين كدابين. كله يسيب اللي في ايده ويبص لي هنا. هي كلمة ومش هكررها تاني. اللي عاجبه يقعد يشتغل بطريقتي من غير ما اسمع منه ولا نفس يتفضل يقعد زيه زي اي كرسي. واللي مش عاجبه يتفضل يغور في داهية. يعني سكتوا يعني. طبعا ما انتوا ما بتعرفوش تنطقوا الا وانا مش موجود. عايزين تقلبوها خرابة يا فوضويين يا حوش. استاذ رؤوف احنا مش بنكرهك لكن يعني اخلص خالص. انتوا فاكريني مش عارف انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا قلبنا هتكية. انتوا في مكان محترم واي حد يتمنى يكون فيه. حضرتك برضو يعني لازم ترحمنا شويه. عشان ايه؟ عشان ايه؟ محمود عملنا ايه اصلا عشان كل ده يا مستر؟ عشان كدابين وطماعين. عشان كده مفيش حد فيكم يستاهل اني اثق فيه او حتى اديله ظهري. هو مش حضرتك شايفها في الكاميرات؟ هي كلمة ومش عايز اكررها. هتغوروا ولا هتقعدوا؟ هنا من بدري؟ لسه بتنكر وتكابر ان كل ده مش حقيقي يا رؤوف. انا مش عارف هما ليه بيعملوا كده. جايز من الخوف. خوف؟
خوف من ايه؟ مني انا يعني؟ وبعدين الخوف ده اصلا يخلي البني ادم ما يغلطش، يخاف يغلط مش يقوم يغلط اكتر. لا طبعا. انا هقول لك تعلمهم الادب ازاي. دلوقتي كل اللي حواليك طلعوا بيكذبوا عليك، صح؟ صح. ولما واجهتهم انكروا، صح؟ صح. وانت مش عارف تثبت عليهم حاجه، صح؟ صح. ومش هتعرف تثبت حاجه. مش فاهم يعني، انت بتحفظني كلمه صح ولا ايه؟ اسمع يا ابني، انت جربت القوة والحزم معاهم، كانت النتيجة انهم بينوا لك اللي انت حابب تشوفه، فافتكرتهم بيحبوك. جرب انك تثق وتدي فرصة وتسامح. هيفتكروني ضعيف. وبعدين يا نوح، انا مش عايز حد يحبني، انا عايزهم يشوفوا شغلهم بضمير بس. بسيطة. وليه ما يعملوش الاتنين؟ الاتنين يعملوا الاتنين مع بعض. انت مش من هنا ولا ايه؟ اسمع يا رؤوف، استنى هطلع لك بقى. ده يزفت. بالرغم من كل القوانين الجامدة اللي احنا اتعلمناها وطبقناها هنا في المحاكم، إلا إن دايما وسطها حاجة اسمها روح القانون. لو أنت حكمت بالروح دي بس، فممكن ما يبقاش حكمك للقانون عادل. ولو أنت حكمت بالقانون بس، برضه ممكن ما يبقاش حكمك لروح القانون عادل. لازم تحكم بالاتنين، القانون وروحه، عشان احنا بشر ويحكمنا قانون. لا يا سيادة المستشار، جايز لو انت كنت قلت لي الكلام ده قبل اللي انا شفته واللي انت كمان شفته، جايز يكون غيرت رأيي. انما دلوقتي انا شفت ضمير الناس. مهما كنت شفت، عمرك ما هتعرف تشوف جوه الناس. ايه اللي جابك يا نوح؟ ما انا قايل لك عايز اقعد لوحدي. انا عارف الصنف اللي زيك لما يزنق يخلع على طول. اعترف انك غلط وحكمت عليها غلط. كان لازم تشوف الصورة كاملة عشان تحكم عليها حكم صح. على فكرة انا كنت عارف بس ما رضيتش اقول لك. عارف ليه؟ مش هتصدقني، لانك انت ما بتصدقش حد ولا بتثق في حد. خليك قاعد لوحدك بقى.
رفعت انا جبت لك هديه. عجبتك؟ عجبتني. امال ليه يا حبيبي مش باين عليك انها عجبتك؟ اصل خايف لا تكون بتمتحني وافرح تضربني. لا يا حبيبي انا مش هضربك تاني ابدا. الا اذا غلطت يعني. لا مش هضربك تاني بجد. رفعت انا كنت صحيح عمال اقول لك انا عايزك تبقى راجل، عايزك تبقى راجل. بصراحه انا كنت غلطان. انت مش راجل يا رفعت. الله يسامحك. لا يا حبيبي مش قصدي. قصدي يعني ان انت لسه صغير، لسه عايز تلعب وعايز تجري مع اصحابك وعايز تتبسط، صح؟ عشان كده بقى انا من النهارده مش عايزين نبقى عاملين زي ابن وابوه، عايزين نبقى عاملين زي ابن وواحد صاحبه. يعني عايزين نبقى اصحاب انا وانت. ينفع نبقى اصحاب؟ يا ولد. ماما زعلانه مني يا حبيبي، زعلانه مني وانا عايز اصالحها. بقول لك ايه، ينفع تساعدني عشان نصالحها؟ وراك راجل. راجل؟ عايز عيل. طب بص، انا هقولك على سر محدش يعرفه غيرك انت والكلب، ماشي؟ انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا كلكم تستاهلوا الشنق وانا اولكم، عشان انا ما طردتكوش من الاول خالص. بس انا قررت اديكوا فرصه تانية، جايز تتغيروا. عشان كده انا قررت شويه قرارات هقول لكم عليها. النهارده هيكون عندنا قسم للاطفال، هتمسكوا المهندسه سحر المدام، وانت يا نهير ممكن تبقي تجيبي ولادك يعني في قسم الاطفال ده يلعبوا فيه. ويا ريت يا نهير ما تسيبيش الشغل، مش عشان انا محتاجك هنا في المعرض، انا اجيب 100 زيك، بس عشان ما تحوليش لكومودينو او كرسي في البيت. اما انت بقى يا استاذ محمود، فالحقيقه انت ما شاء الله تستاهل الحرق، بس انا مش هحرقك. انا للاسف هعلي مرتبك. شفت؟ مش عشان خاطرك، عشان خاطر ولادك. بس يا رب يضمر. وانت عم حسين خلاص كفايه نوم بقى، بتهيألي في المعرض، وروح نام في بيتكم وارتاح، ومعاشك محفوظ زي ما هو طبعا. وانت يا ميرفت خلاص من النهارده مفيش قسم سراير تاني، انا هنقلك قسم الدواليب، بس قسم الدواليب اللي في معرض القطاميه لحد ما تتجوزي انت وعكاشه. وللاسف الشديد عكاشه هيبقى مدير المعرض، بس عارف قسما عظما لو ما فكرت قبل ما تطلع اي قرار او تقول اي كلام لكون معلقك من رجليك. تهيألي كده انا بقى عملت اللي عليا. ها؟ الدور عليكم ان انتوا تعملوا اللي عليكم بقى. الو استاذ صلاح، ازيك؟ اهلا يا باشمهندس، الحمد لله على السلامه. الحقيقه انا بكلمك علشان كنت عايز اعتذر عن الصفقه بتاعت السراير. تنسحب من المناقصه ودلوقتي؟ معلش والله انا فعلا متاسف، بس انا فعلا تعبان جدا ومش هقدر اكملها. طيب عموما اوكي، كويس ان انت اعتذرت دلوقتي، على الاقل نعرف ندور على حد، لسه قدامنا وقت يعني. وعشان كده انا الحقيقه برشح الجماعه بتوع ارت لاين، ناس كويسين وسمعتهم كويسه قوي، وانا متاكد ان هم هيسلموا كمان قبل الميعاد.
رؤوف 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 بابا رؤوف رد عليا رؤوف بابا رؤوف رؤوف رد عليا. أنا آسفة أوي يا رؤوف، بجد أنا آسفة. واللي أعمل إيه عشان أخليك ترجع تاني وأنا أعمله؟ لو عايزني أسمع كلامك طول عمري هسمعه، لو عايزني أفضل مستحملك طول العمر هستحمل، بس اصحى يا رؤوف، ما تسيبنيش يا رؤوف، ما تسيبنيش والنبي يا رؤوف، سامحني يا رؤوف، ما تسيبنيش. مدام سحر، أنا آسف إني أقولك إن الحالة خلاص بقى ميؤوس منها. إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه، بس إحنا محتاجين معجزة مش وارد إنها تحصل. أول ما تيجي الساعة 6 هنفصل عنه الأجهزة، ربنا يتولاه برحمته. أنا شايف إن ده أفضل ليه وأفضل لكم. أنا آسف جدا، بعد إذنك. اجري اجري يا ما جريت. خدت ايه؟ حياتك متعلقة، في لحظة ممكن تبدأ وفي لحظة ممكن تنتهي. نفس طالع ونفس خارج. ممكن تموت وممكن تعيش، بس يا ترى لو عشت هتفهم. أنا عايز فرصة، فرصة واحدة يا رب. اجري لحد نهاية الطريق، وزي ما تكون النهاية بقى مهم يبقى في نهاية. اجري اجري.
سلم عليك. يعني بابا عايش لسه عايش. شايفه روكسي ما بيسمعش غير كلام بابا. مين اللي بيكلم روكسي؟ رؤوف. رؤوف. خشي قولي لهم. دكتور ما تفصلوش الاجهزه من فضلك يا دكتور، ما تفصلوش الاجهزه. مش عارفه اتصرف ازاي يا استاذ حسين. هجيب فلوس المستشفى منين؟ ليه؟ كام يعني؟ كتير. كام يعني؟ اتفضل شوف. يا انتوا لازم تجمعوا من بعض. لا مدام، لا حضرتك لازم تتصرفي تبيعي اي حاجه، ما اصل كده مش هينفع خالص. كل حاجه باسم رؤوف. يا ريتني ما كنت قطعت التوكيل. حضرتك لازم تشوفي حد تستلفي منه. مش هينفع استلف من حد. رؤوف ولا كان بيسلف حد ولا كان بيستلف من حد، حتى كذا مره ناس لجأت له مرضيش. اكيد مفيش حد هيرضى يسلفني. اعمل ايه؟ خلاص يا جماعه انا هتصرف، بس ادوني فرصتي. اشمعنى يعني؟ انت الوحيد اللي فاهم ان الجاموسه بتشرب لبن. امال هي بتشرب ايه؟ سوري ايوه بتشرب ميه ووتر. بالراحه بالراحه، شيل من الوسط هنا انا. ايه ده؟ هو انت مش لابس حاجه تحت لبس المستشفى؟ وده وقته. ايوه اصل كده هنتفضح. بالراحه يا جاموسه بالراحه. يا دكتور جبت المضاد الححري ولا لسه؟ ماشي ميرسي يا دكتور. تفتكر انت دول هيعرفوا يهربوك؟ ده اذا ما خلصوش عليا الاول. يسيبوني هنا، انا عايز اموت هنا. الغريبه ان مفيش حد قال للناس دول هم رايحين فين. كده عادي كده كاني ازازه زيت. يلا يا نوح هتعرف تطلع؟ رايح فين؟ سيبهم. سيبهم؟ ده انا بعد اللي شفته ده لو عشت هعيش كسيح. سيبهم، ثق فيهم مره. يعني يوم اثق فيهم اديهم حياتي؟ ايوه هيحافظوا عليها لانها بقت غاليه عليهم. اسمع كلامي وسيبهم. اديني سبتهم. على الله يعرفوا يعملوا اللي عليهم بقى. الو. ايوه يا استاذ عكاشه، المستشفى عرفت ان انتوا سرقتوا المريض وبلغت البوليس. بقول لك ايه والنبي ما تجيبوش سيرتي، ما تنساش حلاوتي بقى. قلقان؟ انا؟ لا خالص خالص. هقلق من ايه يعني؟ انا واثق فيهم جدا. امال مالك؟ قلقان. بقول لك يا نوح، ما تيجي نروح كده نبص عليهم، نطمن عليا كده نشوف عملوا ايه. على فكره انا عاوز اشكرك على الوقت اللطيف اللي قضيته معاك. على فكره لو مستني نشبك صوابعنا ونبوس بعض يبقى امشي احسن. ما تخلينيش ازقك وانت ما تعرفش تطير. خلاص. كان نفسي في فرصه تانية. وانا كمان. بس انا ما كانش لازم اسمع كلامك واسيبهم. ايوه مش عشان حاجه، بس عشان كان نفسي سحر تسمعني واقول لها ان انا عايز اعوضها على الايام اللي هي عاشتها معايا هي وابني. خلاص لما تفوق يبقى عوضها. انت جايز تفوق في اي وقت وجايز اموت وارجع انا لوحدي تاني. احنا مع بعض اهو يا نوح. رؤوف ممكن نطلب منك طلب؟ ده لو عشت يعني عايزك تبقى
يا عم انت. يا سحر. ايوه يا حاتم. يا سحر. في ايه؟ فاق. رؤوف. فاق يا سحر. رؤوف حبيبي. يا رفعت. حبيبي. واو حبيبي. الحمد لله على السلامه يا رؤوف. واو حبيبي. مين ده؟ ده حاتم. حاتم مين؟ حاتم صاحبك. وانت عند صاحبي بتعملي ايه؟ يا جماعه يا جماعه تعالوا فاق. رؤوف فاق. انا بعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. يا بنت كريم يا رب. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله، ده احنا كلنا عند حاتم بقى. حاتم مين؟ ده المهندس حاتم صاحب معرض ارت لاين، كتر خيره خبانا في بيته بعد ما هربناك من المستشفى. كتر خيرك انت لولا المناقصه اللي انت اتنازلت عنها ووصيت على شركتي انا كنت رحت في تفريزه كبيره جدا. انا بس هعتذر لك اعتذار واحد، ان انا اضطريت اقول لمراتك ان انت صاحبي، لولا كده ما كانتش قبلت اي مساعده الحقيقه. يعني حاتم ده كويس؟ ده فظيع. جدع ده كويس قوي. شكرا. تصبح على خير. طب ثانية واحدة، مش فاكر ان احنا قعدنا في الحتة دي هنا قبل كده؟ لا انا مش فاهم انت عاوز مني ايه يا استاذ رؤوف؟ طيب انت كنت طالب مني طلب، مش فاكر ايه هو الطلب ده؟ انا عمري ما طلبت حاجة من حد يا سيدي انا مش حد. ان شاء الله تكون الاسبوع بحاله. انت عاوز مني ايه؟ طيب فاكر لما قعدنا مع رئيس الوزراء لما كان بياكل بامية؟ لا. ولا لما شفنا الرئيس بيستحمى؟ لا. ما انا مش هسيبك الا لما تفتكر. الو. ايوه صح. لا انا قاعد مع واحد صاحبي. حاضر هبعت لك صورة. سلام. مش ممكن صورة بس. قرب كده واضحك.